السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أم ريان. اليوم عندنا وصفة جميلة غادي تعجبكم إن شاء الله، توجدوها لوليداتكم وتوجدوها للسحور وما تخطاكمش دائما. كنتمنى تعجبكم الحلقة ديال هذا النهار اللي هو دانون منزلي طبيعي أو ياغورت طبيعي. تجربوه لوليداتكم وتجربوه لكم حتى نتوما احسن من ديال الزنقه بزاف. كنتمنى تعجبكم الحلقه ديال هذا النهار ووصفتنا اليوم اللي هي دانون. نتلاقاو مع المقادير ديالها وطريقه التحضير، بقاو معايا. بالنسبه للمقادير ديال دانون ديالنا المنزلي غادي نحتاجو هنايا لتر من الحليب خويتو هنا. تاخذوا اي حليب كما كان. عندنا هنايا حكيك ديال دانون، النكهه اللي بغيتو نتوما، يا ديال الفاني يا ديال البنان، المهم يكون عاقد. عندي هنايا جوج ساشيات ديال الفانيلا 7.5 غرامات، غادي نكه بهم الدانون ديالنا. عندنا هنايا جوج حتى 3 ديال المعالق ديال السكر حبيبات. وعندي هنايا حليب بودره ديال النيدو، انا غادي ناخذ فقط ملعقه. يمكن لكم ديروا حتى جوج ديال المعالق حيت هو مزيان وكيساعد في دانون باش كيعقدو مزيان. غندوزو باش نتعرفوا على طريقه التحضير ديال دانون ديالنا على بركه الله. غادي نوضع الحليب ديالي على النار، غادي نخليه حتى يوصل للغليان. اللي بغى يفيضو اللي بغى يخليه يلاه غيغلي، المهم ماشي مشكل. المهم غادي نخليه حتى للغليان ومن بعد غنكمل باقي المكونات. بقاو معايا. كما كتلاحظوا معايا الحليب مخليه، هانتوما كما كتشوفوا راه علين يغلى علين يفيض، ومن بعد غادي نحيدو غادي نكمل باقي المكونات. كما كتلاحظوا معايا الحليب ديالي ها هو دا من بعد ما فات صافي. غادي نخليه حتى يبرد، حتى يدفى، ماشي يبرد، سمحوا لي اعتذر، غير يدفى باش الا درتي صبعك ما يحرقكش، غير يدفى مزيان. الا كنتو مزروبين نديروا شي بانيو ولا شي اناء كما كان وحطوا فيه الكاسرونه حتى تشوفوا الحليب ديالنا دفى، حيت ما يمكن ليناش نديروا معاه دانون والاخر حتى غادي يخسر. الا درنا معاه دانون والحليب هو سخون غادي يخسر لينا، ما غاديش يتصاوب لينا دانون ديالنا المنزلي. غادي نخليه حتى يبرد. بقاو معايا ونتلاقاو من بعد. صافي كما كتلاحظوا معايا هانتوما فاش كديروا صباعكم ما كيحرقكمش، يعني كيكون الماء كيكون الحليب ديالنا عفوا دافئ. غناخذ واحد شويه
معايا غطيتهم بالسلوفان مزيان، حكمتهم مزيان. غادي نجيب مانطا وغادي نغطيهم ونحطهم في مكان دافئ، وغادي نخليهم حتى 8 سوايع حتى 10 تاع السوايع ونتلاقاو من بعد. البنات دانون ديالي وجد من بعد ما خرجته من الثلاجه، ومن بعد ما دازت 10 ديال السوايع بالحساب. من بعد حيدت منه داك الكاشه باش كنت مغطياه ودخلته للثلاجه، خليته باش يبرد شي شويه. وهنا كنقدموا لكم كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال دانون ديالنا، كيجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال هاد الحلقه ديال هاد النهار، تجربوها لوليداتكم وكنتمنى تعجبكم. وها نتوما كما كتلاحظوا كيشد راسو، كيبقى شاد راسو، ما كيجيش جاري، ما كيجي. كنتمنى تجربوا، نتمنى تعجبكم الوصفه ديال هذا النهار، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفات جديده وحلقه جديده وفيديو جديد، ودائما مع الجديد، والى اللقاء.